السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، معكم مستر سيد الجمل خبير الفلسفة والمنطق بوزارة التربية والتعليم، وعضو قوافل مصر التعليمية، مستشار جريدة الأهرام المسائي في الفلسفة والمنطق. النهاردة معانا حل أسئلة التدريب الثاني من الفصل الأول. يلا بينا عشان ما نضيعش الوقت، وما تنسوش تدعمونا زي ما بنقول لكم علشان نستمر. طبعا السؤال اللي بادئ بصورة كتاب في الأول ده معناه إن السؤال ده من كتاب المدرسة. تمام. طيب، السؤال بيقول لي: الوقائع التجريبية التي خضعت للبحث والدراسة تقاس زيادة أو نقصانا، ثم تترجم بالأرقام، ثم ترتب ترتيبا تصاعديا أو تنازليا. يصف ما سبق إحدى قوائم بيكون في الجانب الإيجابي من منهجه، وهي قائمة إيه؟ طبعا بيقول لي زيادة ونقصانا، يبقى معنى كده إن في تفاوت أهو. يبقى هو بيكلمني هنا عن قائمة التفاوت أو قائمة التدرج أو التفاوت. تمام كده. أو التفاوت في الدرجة، يعني بمعنى إن بيكون حاط لي مثلا في قائمة التدرج أو قائمة التفاوت الحالات اللي بتزيد وتنقص فيها الحرارة، زي حرارة الشمس الساعة 8 الصبح، وحرارة الشمس الساعة 12 الظهر، ومثلا حرارة الشمس الساعة 5 بعد العصر. طبعا الوضع بيختلف. السؤال رقم 2: أخطاء تنتهي بالاعتقاد بالآراء العلمية والتسليم بها دون التثبت والتأكد منها. احنا بنعتقد في الآراء دي، تمام كده، من غير ما نتأكد من صحتها، لأن اللي قالها مشاهير. يبقى إذن بيتكلم هنا عن أوهام الإيه؟ أوهام المسرح. خلاص كده؟ طيب، بعد أن يقوم الباحث بتسجيل نتائج بحثه في قوائم، يقوم بفحصها وبحث أسبابها من أجل التوصل للقانون الذي يحكمها. يبقى أنا عندي حاجتين هم: بيفحصها وفي النهاية عشان يصل إلى القانون. نستخلص مما تحته خط اثنين من خطوات الجانب الإيجابي. فين هما الاثنين؟ الفحص والبحث، اللي هو إيه؟ اللي هو التحليل. طيب، من أجل الوصول إلى القانون اللي هو التفسير. يبقى إذن تحليل البيانات وتفسير الإيه؟ وتفسير الظاهرة، لأن القانون هو تفسير الظاهرة. يبقى أنا عندي خطوتين: تحليل البيانات وتفسير الإيه؟ وتفسير الظاهرة، اللي هو يعني مرحلتين من مراحل الجانب الإيجابي في منهج بيكون. السؤال 4: الأشياء تبدو بإحكام أو بأحكام مختلفة تبعا لتنوع شخصياتنا واختلاف عقولنا. فمنا من ينتبه إلى أوجه الشبه بين الأشياء، ومنا من يلتفت نظره نقاط الاختلاف، أو من يلفت نظره نقاط الاختلاف، ولكل من النمطين أخطاؤه. تبرهن العبارة السابقة على الأوهام عند بيكون الذي يتمثل فيه. طبعا هنا بيتكلم عن اختلاف شخصياتنا، وكل واحد له عقل مختلف عن التاني. الإنسان سجين عقله وسجين تفكيره. يبقى بيتكلم هنا عن أوهام الكهف. طيب، أوهام الكهف دي أخطاء إيه؟ طبعا أخطاء ذاتية يقع فيها الإيه؟ يقع فيها الفرد. يبقى هنا الأخطاء الذاتية التي يقع فيها الفرد اللي هي نتيجة التكوين الخاص بالفرد. السؤال رقم 5 يقول فرانسيس بيكون: أنا لا أنتقص من قدرتهم، إذ لا يعنيني في المذهب كله إلا الطريق الذي يتبع. المذهب كله، كلمة المذهب دي احنا بنتبع مذاهب قديمة، تمام اهو، إلا الطريق الذي يتبع. يبقى أنا بتبع مذاهب قديمة وبصدقها من غير ما أفكر فيها عشان اللي قالها مشاهير. طبعا يبقى أوهام المسرح. يقول بيكون: البيئة التي نشأ فيها. البيئة، طبعا البيئة دي من غير ما نكمل بقى يبقى على طول أوهام الإيه؟ الكهف. البيئة التي نشأ فيها الفرد تمثل في التأثير الكبير للعوامل الثقافية في عقل الإنسان. طبعا بيتكلم عن أوهام الكهف اللي هي الأخطاء الذاتية الخاصة. طيب كده. طيب. يتخذ بيكون من المثل القائل: الأعرج على الطريق الصحيح يسبق العداء على الطريق غير الصحيح. العداء اللي هو بيجري، يعني اللي هو بيجري. ويقصد بذلك أن من يتخذ الطريق الخطأ الذي اتبعه الآخرون فإنه بالضرورة يزداد ضلالا وبعدا عن المقصد الذي يسعى إليه. يبقى أنت لو مشيت ورا الناس هتضل. طيب، مشيت ورا الناس يعني اعتقدت في كلامهم وسمعت كلامهم من غير ما تفكر فيه. يبقى بيتكلم عن أوهام المسرح. أوهام المسرح اللي هي بقى التأثر بالنظريات الإيه؟ بالنظريات السابقة. السؤال اللي بعده يقول: أحد المفكرين: إن من يعتمد على سلطة الآخرين لا يجهد فكره وإنما يجهد ذاكرته. سلطة الآخرين اللي هي أوهام إيه؟ برضو أوهام المسرح، اللي هي الناس أو نظريات اللي قالها الناس السابقين. خلاص كده. يبقى سلطة الآخرين هي أوهام المسرح. إذا غاب الهواء يغيب الصوت.
غياب بغياب دي على طول يبقى نفي أو نفي أو اختفاء. يبقى هنا بيتكلم عن قائمة النفي اللي هي قائمة الإيه؟ قائمة الغياب عند فرانسيس بيكون. قائمة الإيه؟ الغياب اللي هي حاطين فيها الحالات اللي بتغيب فيها الحرارة زي ضوء القمر والأجسام الميتة. يبقى قائمة النفي أو الغياب يعني. أوهام تتسرب إلى عقول الناس من معتقدات الفلسفات القديمة على طول تبقى أوهام المسرح. يبقى خداع المسرح على طول. فلسفات قديمة أو آراء قديمة. مرادفات لغوية على طول. لغوية دي يبقى على طول السوق. أي حاجة متعلقة باللغة تبقى السوق على طول. يقول الإمام الغزالي: اطرح المذاهب واطلب الحق بطريق النظر لا بالتقليد. اوعى تقلد المذاهب السابقة. يبقى على طول المسرح من غير كلام. قد يتوهم البعض صحة أشياء لمجرد أن البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها يعتقدون في صحتها. البيئة، أوهام البيئة الاجتماعية اللي هو من الشائع عن البيئة هي أوهام الكهف. أوهام الكهف. يلتقي الشباب في المقاهي والأندية العامة، عشان كده سميناها أوهام السوق. الأماكن العامة، الأماكن العامة اللي هو السوق ده مكان عام. أوهام السوق الخاصة باللغة. يقول أحد الفلاسفة: العقل عليه أن يتطهر من أوهام التي تنشأ من البداهة الفردية التي تدفع الناس إلى التعلق المفرط بالتجربة الذاتية. يبقى بيتكلم عن الحاجات الخاصة أهو. يبقى أوهام الكهف على طول بداهة الفردية اللي هي التكوين الخاص بالفرد. يبقى أوهام الإيه؟ أوهام الكهف. طب فين أوهام الكهف؟ أوهام الكهف هي ترتبط بالظروف الحياتية للفرد اللي هو البيئة اللي هو نشأ فيها. طيب، نحن لا نرى الواقع كما هو وإنما نراه كما نحن تبعا لخصائصنا العامة. الخصائص العامة، طالما كلمة بخصائص العامة يبقى على طول أوهام الجنس البشري. أوهام الجنس البشري اللي هي الطبيعة البشرية الناقصة. الطبيعة البشرية الناقصة. يرى أفلاطون إن كل إنسان يرى الأمور من منظوره الشخصي، ولكن حينما يتحرر من هذا المنظور فإنه يستطيع رؤية أمور أخرى كانت غائبة عنه. من منظوره الشخصي أو من وجهة نظره الفرد سجين عقله. يبقى أوهام الكهف. الإنسان يحيا ويعيش في جو مشبع بالأكسجين ويموت ويتوقف تنفسه إذا وجد في جو يخلو من الأكسجين. من هنا حكمنا بأن الأكسجين علة التنفس. يبقى هنا بيفسر لي اهو. ده هنا تفسير أو هنا قانون. يبقى ده تفسير الإيه؟ تفسير الظاهرة زي ما قال بيكون قال الحركة هي علة الحرارة. تفسير الظاهرة أو القانون العلمي العام. الإنسان أحيانا يميل إلى تبني بعض الأفكار لا لكونها صحيحة في ذاتها ولكن لكونها الأكثر تعبيرا عن رغباته وميوله الخاصة. طبعا ميوله الخاصة ورغباته يبقى على طول أوهام الإيه؟ أوهام الكهف. كل فرد له أسلوبه الخاص. أسلوبه الخاص في تفسير الطبيعة، حيث أنه ينظر الأشياء من خلال وسطه الاجتماعي وتعليمه وقيمه التي نشأ عليها. طبعا أوهام الكهف البيئة والتنشئة الاجتماعية. عند مناقشتك مع أصدقائك قالوا لك أنك تتسم بالجبن، فترددت وظللت تفكر كيف أتسم بالجبن الذي يؤكل. أنت فهمتها غلط بقى. هنا الكلمة لها أكتر من معنى. طبعا أي حاجة في اللغة متعلقة بأوهام السوق أو أوهام أخطاء اللغة. قائمة تجمع الحالات التي يختلف فيها مستوى الظاهرة. يختلف فيها مستوى الظاهرة يعني بيختلف إيه؟ يعني صعودا وهبوطا، زيادة ونقصانا، من حيث الشدة والضعف. يبقى على طول التدرج أو التفاوت في الإيه؟ في الدرجة. الكلمة الواحدة قد تحمل أكثر من معنى. يبقى على طول أوهام الإيه؟ أوهام اللغة اللي هي السوق. عند تصنيف بعض الظواهر يمكن ضم الشواهد والحالات التي لا تظهر فيها الظاهرة المدروسة. الحالات التي لا تظهر يعني التي تختفي، يبقى التي تغيب، يبقى الغياب. قائمة الغياب أو النفي. الغياب أو النفي. مرحلة تعتمد على استخدام الحواس في رصد الظاهرة المدروسة والتعرف عليها وتحديد العوامل التي تؤثر فيها. يبقى الملاحظة وجمع المعلومات على طول أهو. الملاحظة وجمع المعلومات، لأننا استخدام الحواس دي بتبقى من خلال الملاحظة. خلاص كده بتعرف على الظاهرة، بجمع معلومات عنها، بلاحظها. يبقى الملاحظة وجمع المعلومات. بعد كده أسئلة المقال. كثيرا ما يقال الإنسان ابن بيئته. على طول بيتكلم عن أوهام الكهف. بيتكلم هنا عن أوهام الكهف. خلاص كده. طيب بيقول لي مدللا بمثال عليها. مثال يعني على أوهام الكهف. خدنا أمثلة كتير. نكتب مثلا اختلاف تفضيلات الناس للأغاني، أو ظاهرة الأخذ بالثأر في الصعيد أو في صعيد مصر، أو اختلاف، أو مثال اختلاف ماشي كده تفضيلات ماشي الناس للأغاني. يعني واحد بيميل ان هو يسمع اغاني القديمه، واحد بيسمع الاغاني الوسط، واحد بيسمع الاغاني الجديده، وهكذا يعني كل يغني على ليلى. طيب، نرى اليوم مفكرين
نحفظ أقوالهم ونسلم بها ونتداولها دون أن نتدبر أقوالهم ونفند ما بها من مغالطات علمية وآراء سياسية. يعني إحنا بنسلم بالكلام ده لمجرد إن قال واحد مفكر أو واحد مشهور. هنا طبعا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن أوهام المسرح، أوهام المسرح. خلاص كده؟ بيقول لي برر رفض بيكون لأحد الأوهام المشار إليها. يبقى ليه بيكون بيرفض أوهام المسرح؟ لأنها ناتجة عن التسليم الأعمى والتقليد الأعمى لآراء الآخرين دون التفكير فيها. يبقى نكتب كده: رفض بيكون آراء الأوهام المسرح لأنها ناتجة عن التسليم الأعمى والتقليد الأعمى لآراء السابقين من المشاهير دون التأكد من صحتها. طيب، عيوب لا ترجع إلى الطبيعة البشرية عامة بقدر ما ترجع إلى الفروق والخصائص الفردية. يبقى بيتكلم هنا عن أوهام الكهف. هنا بيتكلم عن أوهام الكهف، وإحنا لسه قايلين مثال دلوقتي على أوهام الكهف: اختلاف تفضيلات الناس للأغاني أو ظاهرة الأخذ بالثأر في الصعيد. يقول بيكون: إن غابت عن الباحث الجزئيات المتعلقة بموضوع البحث فسوف يضطرب التفكير ويشتت ويضل طريقه. تدعون المقولة السابقة لضرورة التمسك باثنين من الخطوات الجانب الإيجابي عند بيكون استخلصهما. هنا بيقول لي لو غابت الجزئيات المتعلقة بموضوع البحث، يبقى معناه هنا إيه؟ معناه إن أنا المفروض أرتب ال ال القوائم اللي أنا أو المعلومات اللي أنا هجمعها في قوائم. يبقى ترتيب المعلومات في قوائم وتحليلها علشان ما يبقاش أنا كده تفكيري مشتت. خلاص كده؟ يبقى إن غابت عن الباحث الجزئيات المتعلقة بموضوع البحث فسوف يضطرب التفكير ويشتت ويضل طريقه. يبقى ترتيب المعلومات في قوائم. خلاص كده؟ وبعدين تحليل هذه القوائم بقى، تحليل القوائم. خلاص؟ وبالتالي بقى التوصل في النهاية إلى تفسير الظاهرة، أو بنقول القانون. يعني التفسير هو في النهاية الإيه؟ هو القانون. طيب، خانتنا العبارات قصدناها شراكا للحق فصادتنا. العبارات على طول يبقى بيتكلم عن اللغة، يبقى أوهام السوق بيتكلم هنا عن أوهام السوق. خلاص كده؟ يبقى نقول لي حلل ما تشير إليه العبارة. هنحلل بقى نقول هذه إيه الأخطاء أو العبارة تشير إلى أخطاء السوق أو أوهام السوق التي تنتج عن الاستخدام الخاطئ للغة أو غموض اللغة، وهي أكثر الأوهام إثارة للمتاعب. يقول بيكون: إن الرأي الذي يرفع به الناس من قيمة القديم هو رأي عقيم تماما. قيمة القديم يعني المذاهب القديمة. يبقى بيتكلم عن أوهام المسرح. خلاص كده؟ بيتكلم عن أوهام المسرح، ولسه متكلمين عنها من شوية وإيه شرحناها. يقول بيكون: يجب على الباحث أن يقوم بإحصاء كافة الشواهد والأمثلة المصاحبة للظاهرة، يعني الحالات اللي بتتواجد فيها الظاهرة، ثم يضعها في تسلسل منطقي. هنا عايز 2 من الخطوات. يبقى هنا دي قائمة قائمة الحضور. يبقى إحصاء كافة الشواهد والأمثلة المصاحبة للظاهرة، دي قائمة الحضور، ويحطها في تسلسل منطقي يعني يرتبها. يبقى ترتيب القوائم دي قائمة الحضور، وبعدين ترتيب القوائم أو ترتيب المعلومات في 3 قوائم. ترتيب المعلومات ماشي كده في 3 قوائم. خلاص كده يا جماعة؟ طيب، عندي بعد كده أفكار ساهمت في استمرار الصراعات الفكرية التاريخية السابقة حيث أصبحنا نتوارثها. يبقى تاريخية سابقة ونتوارثها من غير ما نفكر فيها. طبعا بيتكلم عن أوهام المسرح. لكل إنسان أوهام فردية. أوهام الكهف على طول فردية، يبقى الكهف على طول. خلاص يا جماعة؟ طيب، أراد بكم تأسيس منهج لتوسيع سلطتنا على الطبيعة بحيث تكون مهمة الاستقراء تحديد الصورة المتفقة الأساسية والوصول للتفسير النهائي. استنتج 2 من الخطوات. هنا توسيع سلطتنا على الطبيعة بحيث تكون مهمة الاستقراء. الاستقراء دي بيشمل أول خطوة اللي هي الملاحظة وجمع المعلومات. خلاص كده؟ الصور المتفقة الأساسية. الصور المتفقة يعني اللي بتتفق مع أو الحالات اللي بتوجد فيها الظاهرة. تمام؟ اللي هي قائمة اللي هي قائمة الحضور. تمام؟ وبعدين في النهاية التفسير اللي هي الوصول إلى القانون. يبقى الاثنين الخطوتين اللي هو عايز يجيبهم اللي هي الملاحظة وجمع المعلومات، وبعدين في النهاية خالص تفسير الظاهرة أو الوصول إلى القانون. يرى بكم أن الأمل معقود على استخدام قوائم الكشف لكي يصنف العقل الوقائع التجريبية ونظمها في جداول. فسر ما تشير إلى العبارة السابقة في ضوء دراستك لإحدى خطوات
بيكون الخطوات الجانب الايجابي عند بيكون. استخدام قوائم الكشف اللي هي ترتيب المعلومات في ثلاث في ثلاث قوائم. خلاص كده، يبقى ترتيب المعلومات في ثلاث قوائم. يقول بيكون ان العقل عليه ان يتطهر من اوهام تعد من الخطأ الشائع، واوهام تعد شعارات لغويه تضلل الناس. يبقى بيقول لي هنا استخلص اثنين من الاوهام. الخطأ الشائع اللي هي الايه؟ قبول رأي لمجرد انتشاره، اللي هي اوهام الجنس البشري. الجنس البشري، تمام كده. واوهام تعد شعارات لغويه اللي هي اوهام السوق، اوهام السوق. خلاص كده، كده خلصنا الاسئله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.